بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. يا صباح الفل عليكم، يوم جديد كده ان شاء الله من عند الفراخ البيضة. ان شاء الله في حلقة النهاردة تبقى حلقة حلوة جدا، هنتكلم فيها عن ايه؟ عن زيادة الوزن بإذن الله. بس قبل ما نخش في الفيديو، لو انت اول مره بتشوفي القناه عندي اتمنى طبعا تشتركي، ولو انت بقى عندي في القناه انزلي يا قلب اختك كده شجعيني بالله عليكي وحطي لي اللايك على الفيديو علشان ان شاء الله القناه تستمر. انا عارفه ان انا الايام دي عماله بقول لكم حطوا اللايك على الفيديو، لان انتوا زي ما انتوا شايفين القناه طبعا واقعه خالص. فانتوا طبعا مش يرضيكم الوضع اللي احنا فيه ده، فاحنا عايزين بس نبدا تاني، نرجع القناه تقف على رجليها علشان ان شاء الله انا كمان ابقى متشجعه وانا بصور الفيديوهات. فدي قناتي، لو اول مره بتشوفوا القناه عندي طبعا اتمنى ان انتوا تشتركوا، اتمنى كمان تفعلوا كده علشان ان شاء الله باذن الله اول ما انزل فيديو يبدا يوصل لحضراتكم ان شاء الله ان احنا نزلنا فيديو النهارده هيبقى فيديو حلو جدا. هنتكلم على فيديو النهارده في زياده الوزن، فتابعوني بقى. تعالوا كده هنخش على طول على تفاصيل الفيديو. طيب تعالوا بقى نخش على الفيديو النهارده وهنشوف احنا هنعمل ايه النهارده العمر الكام؟ النهارده العمر ال25 يوم في عمر فراخنا. يعني كده خلاص احنا بقى دخلنا في مرحله الجد. ايه هو بقى الجد ده؟ ان الفرخ بقى هيبدا ان شاء الله هيكبر معانا، هيبدا يسحب علف معانا كتير، هيبدا ان احنا نظبط بقى الدنيا عندهم على قد ما نقدر درجات الحراره، لان درجه الحراره طبعا بتختلف في العمر الكبير. لازم نتأكد من درجات الحرارة ان احنا مظبطينها كويس. زي ما قلت لكم، انا اول ما باجي اطلع بفتح الشباك بسيبه مفتوح وبفتح الباب، لازم تطلعي السخونية اللي في الأوضة دي. وبعد كده شوفي بقى انت بتسكي مثلا، عامله الشباك عندك بالسلك، الوضع عندك ايه. المهم ان انت لو دخلتي المكان وشميتي ريحه مش حلوه هنبدا طبعا ننظف على طول. خدي بالك طبعا، برجع برضو ااكد عليكي الفرخ في العمر الصغير ممكن ننضفه حاجه بسيطه، يعني مش بيوسخ الفرشة على طول، انما في العمر الكبير دوت لازم اهتم بالفرشة. فانا بقى من بعد ال25 يوم ممكن ابدا بقى انضف مثلا كل يومين كل 3 على حسب الوضع عندي ايه. المكان عندي واسع، ممكن مثلا انضف كل 5 ايام 6 ايام على حسب الوضع عندك وعلى حسب انت مظبطه درجه الحراره ولا لا. درجه الحراره ليها عامل اساسي معاكي برضو في جفاف الفرشه. يعني لو درجه الحراره تمام هتبص تلاقي الفرشه عندك مش مبلولة، وده اللي احنا عايزينه. الجو عندك حر جامد هتبدأ الفرشة عندك هترطب معاكي وهتبقى مبلولة وهتلاقي حشرات في المكان وهتبدأ تلاقي الوضع مش عاجبك وبدأ الفرخ يتعب معاكي. حلقة النهاردة اهيت يا حبايبي اللي هو البنش. طبعا احنا كنا جبناه وما استخدمناهوش، بس انا حبيت بقى استخدمه معاكم اهوت. هو مليان بقى حاجات حلوة جدا، البنش ده مجموعة فيتامينات فحلو جدا، وفاتح شهية كمان، في حاجات حلوة جدا لو جبتيه. بنستخدمه من ان شاء الله يا رب تستخدميه يعني من الاول خالص، من عمر تاني يوم او تالت يوم في عمر الكتاكيت معاكي بقى للنهاية. هو معلهوش اي اضرار خالص، فزي ما قلتلك كده هو امن جدا، ما فيهوش اي اضرار باذن الله على الفراخ عندك، وحلو جدا. فهو حلو جدا كمان، هيمشي معاكي بقى لو عندك فراخ بلدي، عندك بط، عندك فراخ بيضة، هيمشي معاكي لجميع الطيور. يعني هو مش هو للفراخ البيضة بس. في حاجة كمان بيطرية زي ما قلت لكم عليها، اللي انا دايما بكلمكم عليها، اللي هي الخميرة البيطرية. برضو هاتيلك كيس خميرة بيطرية. وفي برضو خميرة بتتحط في المية بس بلاشها، يعني اللي بتتحط في المية دي بلاشها. ليه بقى؟ لان الخميرة اللي بتتحط في الاكل هتبقى حلوة بالنسبة لك، حتى لو فضلت في الاكل مش هيجرى حاجة عادي يعني. انما الخميرة اللي في المية ديت ممكن بقى مع الحر الكلام ده هتبداي ان انت تكب المية تسخن، فهتبداي ان انت تكبي مية وتملي مية تانية. فبلاش اي حاجة بتتحط في في المية بالنسبة للخميرة وكده. بالنسبة للفيتامينات دي هتعمليها قد ايه؟ ممكن تعمل يعني الكيس ده هاخدهم كده ورا بعض 3 4 ايام ورا بعض على حسب برضو الكميه اللي عندك يعني ممكن تحطي من الكيس ده 3 ايام ورا بعض 4 ايام. ممكن بقى بعد كده مثلا تحطي كل اسبوع مرتين كده زي ما تحبي. هو زي ما قلت لك هو فواتح شهيه، وفي في حاجات كتيره مفيده للطيور عندك. فاهم شيء في الفتره ديت بقى فتره تحول، فانا محتاجه ان الفرخ يبدا يحول معايا على طول ويجيب وزن يكون كويس معايا علشان اوفر في التربيه في العلف والكلام ده كله. فان شاء الله باذن الله خلال كام يوم كده هيبدا عندهم شهر كمان 5 ايام.
في الشهر ده بقى ممكن ابدا اذبح مثلا شويه فراخ اخليها مثلا للشوي للكلام ده. مش حابه اذبح للشوي، لا يبقى انا هستنى كمان 5 ايام. وده اللي انا برشحه، يعني دايما ما تستعجليش على ذبيح الفراخ عندك. طيب في حاجه كمان بقى اسمها افرز فراخي. يعني ايه افرز الفراخ؟ بصوا انا كنت بقول لكم انا فتحت منه اهوت. وتبداي بقى لازم ان انت تسكيه كده حلو بمشبك، يعني مشبك، وابداي كده ايه سكي عليه. ولما تعوزي تبداي تفتحي منه وتاخدي منه وتحطي. المهم يا حبايبي في حاجه اسمها افرز الفراخ. يعني ايه؟ يعني انا لو جايبه شويه فراخ وفي منهم صراده، لازم ابدا اشوف بقى ايه اللي هينفع معايا وايه اللي مش هينفع معايا. الفرخ مثلا جه معايا على مثلا على 35 يوم، كيلو وربع هذبحه مش هسيبه. تمام، ابدا بقى اشوف الوضع عندي ايه، بحيث ان انا برضو اوفر في العلف. فانا بيبقى ليا نظرة في الفراخ. انا عارفة الفرخ جه معايا 35 يوم وما جابش اوزان مرضية بالنسبة لي، لا مش يعني هسيبهم كمان مثلا ممكن ايه 3 4 ايام كمان يكون الفرخ نشف معايا. هبدأ ادبح. مش هسيب بقى ال 50 يوم وال 55 يوم واسيبهم شهرين والكلام ده كله، لا. الفرخ بيبان معاكي. انا برضو مش هحكم على فراخي ديت الا بعد الشهر. بعد الشهر فعلا بتبصي تلاقي الفرخ اتحول معاكي جامد. فان شاء الله على الشهر هنشوف الفراخ دي هيبقى شكلها ايه باذن الله. بس برضو برجع اكد عليكي في اليومين دول، خدي بالك من الحر ودرجات الحراره والسعي. فانا ان شاء الله كنت قايله لكم في فيديو امبارح ان انا هبدا هوسع، بس ان شاء الله هنخليها بقى في فيديو بكره. لان ان شاء الله احنا ممكن بقى ايه هنوزن بكره كده وهنشوف الوضع عندنا ايه. هنكون قفلنا ال 25 يوم وهنوزن بقى وهنشوف الاوضاع عندنا ايه باذن الله. فخليها في فيديو بكره. بالنسبه برضو للناس اللي بتتكلم، برضو بتجيلي اسئله كتيره جدا ازاي ازود الوزن. يا حبايب قلبي في حاجات كتيره ان هي ممكن تزود معاكي الوزن. في الحلبه حلوه قوي، في حبة البركة، في الكركم، في الخميرة البيطرية، في العسل، في الطحينة، في السمسم. كل الحاجات دي معاكي لزيادة الوزن. وبقى انتي تشكلي زي ما انتي عايزة. يعني خلطة الحلبة دي انا ممكن اعملها يعني كل مرة بشكل مختلف، بياكل عندك ازيد ما انتي كمان عايزاه ياكل. فكل الحاجات دي حلوة جدا وآمنة على الفراخ. وكمان لما بتيجي تذبحي الفرخ بيبقى الفرخ معاكي مميز كده وطعمه حلو جدا. فابدأي اشتغلي بحاجات طبيعية ان شاء الله هتفرق معاكي. فاحنا النهاردة كده خلصت الكلام. عملنا ايه؟ عملنا حطيت انا بقى ايه في الاكل. انا حطيت اعشاب، حطيت حبة البركة وحطيت الكركم وحطيت برضو ايه شوية كزبرة وشوية كمون. وفي المية حطيت اللي هو بانش ده. فدي كانت حلقة النهاردة. أتمنى فيديو النهاردة طبعا يكون عجبك واستفدتي مني بحاجة بسيطة. بحبكم في الله، أحلى أخوات. استنوني إن شاء الله في فيديو بكرة. أشوف وشكم بخير. مع السلامة.